القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. آفات بوليسية. سوق العذارى، الحلقة الأولى. ولدت ونشأت رحمة في متجر بناحية زومي في إقليم شفشاون. في ربيعها 16 لم يكن شيء يميزها عن قريناتها من بنات المتجر. كانت مثلهن، شقراء ذات عيون أندلسية. كانت فقيرة مثلهن. وذات يوم حدث ما لم يخطر لها ببال. جاء غريب يخطبها لرجل ثري من الخليج. بالنسبة لرحمة تحقق حلم الفارس المقبل على صهوة جواده الأبيض الذي طالما داعب خيال الفتيات عبر العصور. بالنسبة لأسرتها الفقيرة هو مخرج من الفقر والحاجة. لم تكن رحمة ولا أبواها ولا أشقاؤها ليصدقوا لو لم يروا رأي العين. ذات صباح حزمت الأسرة أمتعتها، سافرت إلى وزان وخلفت وراءها خبرا مدويا في القرية: رحمة ستتزوج ثريا خليجيا. لا أحد يعلم كيف قصد الوسيط في هذا الزواج، سي عبد الرحيم، باب تلك الأسرة الفقيرة. في وزان ركب الجميع سيارة فاخرة نقلتهم إلى الدار البيضاء. انتهى السفر عند باب فيلا فاخرة في مكان ما بالدار البيضاء. لم يكن البحر بعيدا. كان طائر النورس يحلق من حين إلى آخر فوق الفيلا. فتح الباب الكبير. دخلت السيارة الفارهة. لما التفتت رحمة رأت رجلا أنيق الملبس يغلق الباب. توقفت السيارة ونزلوا جميعا. قال سي عبد الرحيم للفتاة الخجولة: بعد اليوم هذا هو بيتك. احمرت وجنتاها. لم تكن قد تعودت أن يخاطبها الغرباء. تحرك الجمع إلى الداخل. في قاعة الاستقبال الواسعة على كرسي صالون مذهب كان يجلس رجل بلباس خليجي. كان يبدو من هيئته أنه في العقد الرابع من العمر. نهض الرجل من مكانه لاستقبال الوافدين. تقدم نحو والد رحمة عبد السلام بن تهامي، صافحه بحرارة وعبر له عن فرحته بمقدمهم. كان أفراد عائلة رحمة مبهورين. لم تر أعينهم من قبل مثل هذا الأثاث. كانت الموائد مزينة بأكاليل الورد، وقد وضعت عليها أطباق من حلويات شتى. في أرجاء الإقامة انتشرت رائحة الطيب. تصوروا عائلة قادمة من قرية في نواحي زومي تنتقل فجأة ودون مقدمات من بيئة فقيرة قاسية إلى مثل هذا النعيم. قدمت لهم أصناف شتى من الحلويات والمشروبات. كانوا يرونه قريبا الآن، ذلك اليوم الذي ستصير فيه ابنتهم وأختهم رحمة ربة هذا البيت والآمرة الناهية فيه. بعد أن استراحوا اقترح عليهم سي عبد الرحيم الذهاب إلى الحمام. وكان الخطيب الخليجي قد أمر بكراء الحمام المجاور على أن لا يدخله غير أهل العروس. بعد آذان المغرب ذهبوا إلى الحمام. كانت روائح الطيب تملأ أرجاءه، وكان كل من في الحمام في خدمة رحمة وأفراد عائلتها. يا لها من نعمة. في الحمام تخلصوا من ثيابهم البالية. أحضرت لهم ملابس جديدة تليق بمقامهم الجديد. صاروا أناسا آخرين. مؤكد أن أهل قريتهم لن يستطيعوا التعرف إليهم. لم يكن أي من أفراد هذه الأسرة القروية يعرف شيئا عن سي عبد الرحيم، ولفرط جهلهم وفقرهم لم يسألوا حتى عمن دله عليهم. لم يكن أي منهم يعرف الوجه الآخر لهذا الرجل الذي ينادونه بسي عبد الرحيم. قبل أن ينتقل عبد الرحيم إلى تلك القرية النائية بأطراف زومي، استقبل في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء السيد محمود بن أحمد الشارقي. لم يكن يعرفه من قبل، ولكن صديقا له دله على الرجل وطلب منه استقباله. بعد أن خرج من قاعة استلام الأمتعة وجد الشارقي في انتظاره عبد الرحيم. تقدم إليه
عرفه بنفسه. سأله الشارقي: هل حجزت سيارة أجرة؟ نعم، قال عبد الرحيم، هي في الانتظار. هل حجزت لي في الفندق؟ نعم، في فندق. طيب، هيا بنا. بعد نصف ساعة كان الاثنان في بهو الفندق. سلم الشارقي جواز سفره إلى موظف الاستقبال وتسلم مفتاح الغرفة. طلب من عبد الرحيم أن يرافقه، كان يريد أن يدقق معه في تفاصيل المطلوب. لما دخل الغرفة ألقى الشارقي بجرمه على أريكة، كانت بيده سبحة صغيرة حباتها من فضة. حسب عبد الرحيم أن الرجل يريد فتاة أو فتاتين لفترة معينة، ولكن الشارقي فاجأه بأنه يريدها عذراء لا يتجاوز عمرها 16 عاما. قال عبد الرحيم: إن الطلب مكلف. رد الشارقي بأنه لا يهمه كم سيدفع، ولكنه أكد أنه لا يرغب في التورط في مشكلة ما مع السلطات المغربية، وإنه يريد أن يتم كل شيء بسرعة. قال عبد الرحيم للشارقي: عندي خطة. أتعني الزواج؟ نعم. أنا لا أريد زواجا، أريد بكرا لبضعة أيام، أدفع الثمن وكفى. بالكيفية التي تريدها هذا مستحيل. ما هي خطتك إذن؟ أخطبها لك، وحين أحضرها سأحضر عدلين اثنين يوثقان الزواج. قلت لك لا أريد زواجا، وأنا أقول سأزوجها لك، سيكون العدلان مزيفان. علت وجه الشارقي ابتسامة عريضة بينما تسارع تدفق حبات السبحة الفضية بين أصابعه. سجل عبد الرحيم رقم هاتف الشارقي وغادر الفندق. بدأت المهمة عبر قنوات لم يتم تبينها، وبعد يومين كان سي عبد الرحيم في قرية رحمة القريبة من زومي. جاء يخطبها لصديق ثري. تلك كانت البداية. رحمة وأمها وأبوها وإخوتها في الفيلا الآن في مكان ما من الدار البيضاء. بعد مغرب يومهم الأول في هذا العالم الخرافي الذي دخلوه، ذهبوا إلى الحمام وارتدوا جميعهم ملابس جديدة. هم الآن أناس آخرون لا صلة لهم بالقرويين الذين استقدموا من أطراف زومي. في تلك الليلة أحضر عبد الرحيم عدلين لتوثيق الزواج. طلب الوثائق من والد العروس، كما سجل المعلومات من جواز سفر العريس. تمت قراءة الفاتحة. صارت رحمة الآن زوجة للثري الخليجي. في تلك الليلة بنى بها، وفي صبح اليوم التالي أهداها 7 دمالج من ذهب. على مدى أسبوع كانت الهدايا تتدفق على رحمة التي لم تكن لتخفي سعادتها. في اليوم الثامن أخبرها الشارقي أنه مسافر إلى فرنسا. قال إنه على موعد هناك مع رجل الأعمال. قال إن غيابه لن يطول، وقبل أن يغادر سلم والد رحمة ظرفا فيه 20,000 درهم. لما سافر الشارقي رحل عن الفيلا أولئك الخدم الذين كانوا يملؤون أرجاءها. لم يبق في الفيلا سوى رحمة وأمها وإخوتها وأبيها. بالنسبة لهؤلاء الذين لم ينسوا بعد أيامهم في القرية، كان رحيل الخدم من الأمور المرحب بها، على الأقل سيبقون ضمن بيئتهم الاجتماعية. مرت 3 أسابيع لم يظهر للشارقي أثر. بدأ القلق يعبر إلى قلب رحمة التي كانت تمضي الليالي وهي تفكر فيما جعل زوجها يتأخر في العودة. بعد بضعة أيام طرق الباب رجل قال إنه صاحب الفيلا. طلب من رحمة وأسرتها أن يرحلوا لأنه يريد أن يسترجع الفيلا. قال الرجل إن العقد الذي أبرمه مع الشارقي انتهى أجله منذ يومين. لم يصدق والد رحمة. قال إن صهره هو من أوكل إليه المكوث في البيت ورعاية زوجته. لم يكن صاحب الفيلا يكترث لما يقوله أبو رحمة. تساءل: أليست رحمة زوجة للشارقي؟ ألم يقل إنه سيعود؟ في تلك الأثناء خطر ببال أبي رحمة أن يبحث عن العدلين ليتسلم منهما عقد الزواج الذي يثبت العلاقة الزوجية بين رحمة ومحمود بن أحمد الشارقي. طفق يبحث عنهما، لا أثر لهما. وقتها فقط وعى عبد السلام بن تهامي
أنه وابنته رحمة وكل عائلته ضحايا عملية نصب محبوكة. لم يعد أمامه إلا أن يخلي الفيلا وأن يجمع أفراد أسرته ويعود إلى القرية. كم هي طويلة ومؤلمة طريق العودة من الدار البيضاء إلى القرية النائمة في أطراف زومي. سرى خبر عودة عائلة عبد السلام بن تهامي إلى القرية سريان النار في الهشيم. كان أهالي القرية يتهامسون كلما مر واحد من أفراد هذه الأسرة. كانت نظرات الناس تحاصر الأسرة المسكينة. كان والد رحمة مضطرا إلى الخروج إلى الحقل والذهاب إلى السوق، ولكن رحمة لم تعد تقوى على مواجهة الناس. أليست هي رحمة التي جاءها قبل أسابيع فارس الأحلام على صهوة حصانه الأبيض؟ يا له من كابوس قاتل. في ليلة مقمرة بعد أن نام الجميع تسللت رحمة إلى غرفة والديها. تحسست مكان وجود حقيبة والدها. أخذت ما بقي من 20,000 درهم التي سلمها الشارقي لوالدها، ثم خرجت. مشت حتى بلغت الطريق المعبدة. لما تنفس الصبح كانت بعيدة عن القرية. في تلك اللحظة مرت حافلة للمسافرين، أخذتها إلى وزان، ومن وزان أخذت وجهة الدار البيضاء. عادت رحمة إلى الدار البيضاء. كانت تستعر بداخلها رغبة في الانتقام لشرفها. كذلك تبدأ مرحلة جديدة في واحد من الملفات التي تحتفظ بها ذاكرة الشرطة المغربية. قصص عبد الصادق بن عيسى. تابعونا. الحلقة الثانية. عادت عائلة رحمة إلى قريتها في أطراف زومي بعد أن اكتشفت أن ابنتها رحمة ذهبت ضحية عملية نصب. ذهب الزوج الثري الخليجي ولم يعد. اختفى سي عبد الرحيم الذي توسط في تلك الزيجة المشؤومة. واضطرت الأسرة القروية إلى مغادرة الفيلا التي أسكنها فيها الشارقي. كان صعبا على عائلة عبد السلام بن تهامي أن تستعيد وتيرة حياتها كما كانت قبل ذلك الزواج المشؤوم. ذات صباح اكتشفت الأم والأب أن ابنتهما رحمة قد اختفت. رأينا في الحلقة الماضية أن رحمة التي تغلي في أحشائها رغبة عارمة للثأر لكرامتها قد توجهت إلى الدار البيضاء. لما وصلت محطة المسافرين صدمها ذاك العدد الكثير من الناس وذاك الضجيج الذي يعلو فوق كل الأصوات الأخرى. غادرت المحطة، استقلت سيارة أجرة، طلبت من السائق أن يأخذها إلى المحكمة. لم تكن رحمة تصدق أن الشارقي وأصحابه نصبوا عليها. كانت تريد أن تقابل القاضي وتطلب منه أن يسلمها عقد زواجها من ذاك الخليجي. في مدخل المحكمة وسطاء كثيرون، وكثير ممن يزعمون القدرة على حل المشاكل الأكثر استعصاء. لكل منهم طريقته في اقتناص الزبون. تمكنت رحمة في نهاية المطاف من أن تبلغ مكتب القاضي. قصت عليه حكايتها. نصحها أن تتوجه إلى مفوضية الشرطة وأن تسجل شكاية في الموضوع. قصدت دائرة الشرطة الأقرب. هناك قابلها شاب أبلغها أنه المفتش المكلف بالشكايات. أجلسها كرسيا مقابلا لمكتبه، طلب منها اسمها وعنوانها. قالت إنها رحمة بنت عبد السلام بن تهامي، وإنها لا عنوان لها بالدار البيضاء. قالت إنها من نواحي وزان. دون المفتش الشاب أقوالها. كانت فتاة ساذجة ولكنها جميلة. جعلها آخر من استقبل. كان قد حل المساء. استدرجها بأن دعاها إلى بيته. وافقت. مكثت عنده 6 أيام. كان ثاني من اغتصبها بعد الخليجي الذي اختفى. في اليوم السابع ألقى بها مفتش الشرطة إلى الشارع. صارت الآن متشردة، تتقاذفها الشوارع. صارت من فتيات الرصيف، تتداولها الأيدي. قضت على ذلك النحو 2 سنين. القرية النائمة في أطراف زومي ذكرى متوارية وراء زحام شوارع الدار البيضاء.
أثار وجودها في الشارع لاستقطاب الزبناء انتباه الشرطة. ذات يوم تم القبض عليها متلبسة، سيقت إلى المحكمة، صدر الحكم بسجنها شهرا. لم تكن قد اعتقلت من قبل. لما أدخلت الزنزانة فقدت شهية الأكل وأصابها الأرق عدة ليال. في الزنزانة التي أودعت بها رحمة كانت امرأتان، إحداهما نزهة بنت عبد الله في 26 من العمر، والثانية فاطمة بنت قاسم وكانت في 36. حاولتا التخفيف عنها. علمت أن فاطمة تقضي عقوبة بالسجن سنة بسبب الفساد. ذات يوم دعت فاطمة رحمة وزميلتها في الزنزانة إلى الإصغاء إلى ما ستقوله لهما. قالت إنه يتعين عليهما بعد أن تغادر الزنزانة أن تختارا بين العودة إلى بلدتيهما أو أن تجازفا وتتعرض لما تعرضت له هي. قالت إنها اتخذت من الشارع مكانا لجلب الزبناء، وصارت ممن لا تغادرن السجن إلا لتعدن إليه أياما بعد ذلك. نصحت فاطمة زميلتيها في الزنزانة أن تختفيا من الشارع عندما يخلى سبيلهما. نصحتهما أن تعتمدا أسلوبا آخر، أن ترتديا من الملابس أفخرها، وأن تختار كل واحدة منهما اسما مستعارا، وأن لا تصاحب إلا من كثر ماله. بعد أيام غادرت رحمة وزميلتها نزهة السجن، قضتا العقوبة. آوت نزهة رحمة في بيتها واشترطت عليها أن تتقاسم معها تكاليف الكراء وما يتطلبه السكن. قررتا العمل بنصيحة فاطمة التي ظلت في السجن. رافقتها نزهة إلى طبيب خبير في أمراض النساء أرشدها إلى أنجع السبل لتفادي الحمل. كانت رحمة قد فتحت حسابا بنكيا صارت تودع فيه مدخراتها. كانت لا تفارق نزهة، لم يعد لهما ظهور في الشارع. كانتا تترددان على الفنادق الفاخرة والملاهي التي يرتادها ذو الثراء. تمكنتا من التغلغل في تلك الأوساط التي تؤثث فضاءات الليل في الدار البيضاء. تمكنتا من الوصول إلى أشخاص لم يكن يخطر ببالهما أنهم خلف الوقار الذي يظهرون به من رواد الملذات. لم تنس رحمة أنها كانت ضحية واحد من هؤلاء، ولذلك لم تكن تتردد في استغلالهم وابتزازهم أحيانا. كانت رحمة وصديقتها نزهة تقودان شبكة من الفتيات الحسناوات. كانتا تتوليان تحت الطلب توفير جليسات تؤنسن تجارا ورجال أعمال. تعرفت رحمة إلى سيدة وزوجها كان من رجال الأعمال، وكانت لهما علاقات كثيرة مع أثرياء من العرب ومن غيرهم. وقد دأب الزوجان على دعوة رحمة، وقد اتخذت لها اسما مستعارا سلوى الفاسية لتحضر فتياتها وتؤسس فضاء سهرات تكون إطارا لإبرام الصفقات. أدركت رحمة أن ما تحصل عليه لا يكاد يمثل شيئا لقاء ما يحصل عليه الزوجان. ذات مرة قررت أن ترفع السومة. اتصلت بها السيدة إياها وطلبت منها أن تستعد لسهرة جديدة. طلبت منها أن تحضر 6 من فتياتها الجميلات. ردت رحمة بأنه لن يكون بمقدورها أن تستجيب للطلب، لأن لديها زبناء آخرين دفعوا الثمن مقدما. كانت رحمة تعلم أن المرأة أعدت كل شيء، وأسست حساباتها على وجود الحسناوات أثناء السهرة. قالت المرأة إن زوجها على أتم الاستعداد لدفع كل ما تطلبه. قالت رحمة إنها ستبحث الأمر، ولكنها تشترط نسبة 5% من الصفقة التي سيتم إبرامها في تلك الليلة. لما حضرت أبقت على رفيقاتها ال6 في الخارج في السيارة. طلبت من صاحب السهرة أن يمكنها من شيك موقع على بياض على سبيل الضمان. طلبت أن يتم تحرير الشيك بالمبلغ المناسب بعد الاطلاع على مبلغ الصفقة. وافق ووقع الشيك على بياض، وقال المهم أن يرضى الزبناء. كان المقرر أن يتم تقديم العشاء في 10 لتبدأ بعد ذلك السهرة. جلست كل واحدة من الفتيات ال6 بجانب كل واحد من الضيوف، وجلست سلوى الفاسية رحمة
بجانب رجل بدا في العقد السادس من العمر. أمعنت فيه النظر، بدا لها أنه محمود بن أحمد الشارقي، ذاك الذي نصب عليها بزواج وهمي. سنوات مرت، فجأة سمعت أحدهم يناديه: يا محمود. أيقنت أنه هو، ذلك الخليجي الذي انتزعها من أحلامها ومن قريتها وجعلها من بائعات الهوى في الدار البيضاء. يا لها من صدفة. عزمت أن تجعل من تلك الليلة ليلة الثأر لكرامتها وشرفها. أفرطت في الاعتناء به، حسبت أنه سيذكرها، ولكنه لم يتذكر. بعد العشاء، وبينما انهمك الآخرون في السهرة وتاهوا في إيقاعاتها ورنين الكؤوس، ساقت رحمة زبونها إلى غرفة. استسلمت له، وكانت تفكر في وسيلة تجعله رهينة في يدها. لما قضى وطره أخذت منه العازل الطبي وعاد لمواصلة السهرة. لما تفرق الجمع، كانت سلوى الفاسية رحمة في مكتب المضيف. اطلعت على النسخة الأصلية للعقد وعلى قيمة الصفقة. حرر الشيك بالمبلغ المناسب. بعد أن عادت إلى منزلها، قررت الذهاب إلى الفندق حيث يقيم محمود بن محمد الشارقي. طلبت من المسؤول عن الاستقبال أن يطلبه في الهاتف وأن يخبره بأن زوجته تنتظره في الصالون. بعد دقائق كان الشارقي ماثلا أمامها. تملكه خوف شديد، هدد بأنه سيطلب الشرطة، ولكنها ردت بأن ذكرته بما تم أثناء السهرة. قالت إنها تحتفظ بما يثبت ما حدث. وقتها تذكر. طلب منها أن تخفض صوتها وأن ترافقه إلى الغرفة حتى يتفاهما. كانت رحمة تدرك أنها تعيش تلك اللحظات التي جاءت من أجلها إلى الدار البيضاء، وتحملت من أجلها كل ما تعرضت له في شوارع الدار البيضاء وما تقوم به الآن. رافقته إلى الغرفة وهي مستعدة لمواجهة كل احتمال. كانت حذرة، هي تعلم أن المال قوة ضاربة. ما أن أغلق باب الغرفة حتى صاحت في وجهه: هل ما زلت تذكر تلك الفتاة القروية التي أوهمتها بأنك تزوجتها على سنة الله ورسوله؟ هل تذكرها حين استسلمت لك، وبعد أن نلت منها ما تريد اختفيت وتركتها كالشاة المذبوحة؟ هل تذكر؟ بدا الرجل وقد استحضر تلك اللحظات وأخرجها من أغوار ذاكرته. قال: حسبتك راضية وعلى علم باللعبة. لقد تركت لك تعويضا محترما، تركت لك 20,000 درهم. قالت: وهل تعتقد أن قتل فتاة في ربيعها 16 لا يساوي سوى ذاك المبلغ؟ لم أقتلك، قال الشارقي. بلى، قتلتني وتركتني جثة يعبث بها أمثالك. ها أنت ترى النتيجة، صرت متخصصة في جلب الرجال وإرشاء أمثالك. ماذا تريدين مني الآن؟ أريد تعويضا مناسبا لما تسببت لي فيه. فهمت الآن، كم تريدين؟ 5% من الصفقة التي أبرمتها الليلة. عودي غدا وسوف أعطيك ما تريدين. لم أعد ساذجة، لست غبية، أنا أعلم أنك مغادر غدا صباحا. ليس لك من خيار سوى أن تدفع الآن، وإلا وجدتني صباحا في باب الفندق. طيب، سأسلمك شيكا بالمبلغ المطلوب. أنا لا أتعامل بالشيك، أقبل العملة الأجنبية. تعالي معي إلى خزانة الفندق، وإياك أن تفعلي ما يثير الانتباه. أنا امرأة عاقلة، وبسببك صرت ذكية الآن. أخرج من الخزانة ظرفا به أوراق نقدية أجنبية. دفع لها ما طلبت وعاد من حيث أتى. كانت تلاحقه. طلب منها الانصراف، ولكنها رجته أن يسدي لها خدمة. رجته أن يعطيها رقم هاتف السي عبد الرحيم، ذاك الذي جلبها من أطراف زومي ونظم الزيجة الزائفة. سألها: ماذا تريدين منه؟ أريده أن يدفع هو الآخر ثمن شرفي. سأعطيك رقمه وعليك أن تتكتمي. لا أريده أن يعلم أنني أعطيتك رقم هاتفه. سجلت رقم الهاتف ثم انصرفت. شيء واحد يهمها الآن: أن تعثر على عبد الرحيم وسيط زيجتها المشؤومة. قصص عبد الصادق بن عيسى، تابعونا. الحلقة الأخيرة. تمكنت رحمة أخيرا من أن تصل إلى محمود بن محمد الشارقي، ذاك الذي دمر حياتها. تمكنت من أن تحصل منه على مبلغ مالي هام.
مرت السنوات، رأت أن لا مجال لمتابعته أمام القضاء. تلك الليلة التي صادفته فيها كانت ليلته الأخيرة، كان يهم بالرحيل. بدا لها أن أهم ما حصلت عليه من الشارقي هو رقم هاتف عبد الرحيم، سي عبد الرحيم، الذي أوهم والدها بأنه جاء يخطب ابنته لثري خليجي، والذي كان وراء كل ما حدث لها. لما غادرت رحمة الفندق وتركت الشارقي، ذهبت رأسا إلى شقتها. كانت مجهدة، وضعت المبلغ المالي في مأمن، ثم استلقت على الفراش، نامت عميقا. لما رن جرس الباب استيقظت، لا تدري كم نامت. ألقت بنظرها إلى الساعة المعلقة على الحائط، كانت 10:15 ليلا. لما فتحت الباب وجدت صديقتها نزهة. في المدة الأخيرة كانت رحمة قد أفضت إلى صديقتها برغبتها في البحث عن أسرتها في القرية في أطراف زومي. كانت مترددة في العودة إلى القرية ولو بعد كل هذه السنوات. أوحت إليها نزهة بأنه بإمكانها أن تتقصى أخبار عائلتها دون ما حاجة إلى التنقل بنفسها إلى زومي. اقترحت أن يقوم شقيق لها بالمهمة. قالت إنه يعرف تلك المنطقة، فقد سبق له أن شارك في عملية الإحصاء هناك. فرحت رحمة، زودته بكل المعلومات ووفرت له كل مصاريف التنقل. بعد 24 ساعة كان الشاب في القرية. تقمص دور عون إحصاء أرسل للتثبت من بعض المعلومات. طرق باب أسرة رحمة. كانت أمها هناك. كانت امرأة أنهكها العمل، أبلغته بأنها تشتغل طيلة اليوم بعد أن مات زوجها منذ سنوات إثر صدمة نفسية لم يتمكن من تجاوزها. فهم الشاب أن والد رحمة توفي بعد أن فرت رحمة من البيت. كانت أسرة فقيرة معدمة. ذكرت المرأة المتعبة أسماء كل أبنائها وبناتها، لم يرد ضمنهم اسم رحمة. تعمد الشاب أن يسأل المرأة عما إذا كانت لم تنس اسم أحد أبنائها. قالت إن من ذكرت أسماءهم هم كل أولادها وبناتها. قال إنه يعلم أن لها بنتا متزوجة وتسكن في الدار البيضاء. ردت المرأة بأنها ربما نسيتها لأنها بعيدة هناك في الدار البيضاء. بعدئذ انهارت المرأة وانخرطت في نوبة بكاء. كانت ابنتها الصغرى ذات 15 ربيعا تحاول تهدئتها. طلبت منها أن تحكي كل ما جرى لرحمة وتستريح. بعد أن هدأت قليلا بدأت تحكي قصة رحمة، قصة زواجها المشؤوم، وقصة عودة العائلة إلى القرية، ونظرات الناس، وفرار رحمة، وموت الأب. لما أنهت القصة فاجأها عون الإحصاء، من يحسبونه عون إحصاء. ماذا ستفعلون إن أرشدتكم إلى المكان الذي توجد فيه رحمة؟ ردت أختها: لقد نشرنا صورها في الجرائد وأبلغنا الشرطة ولم يأتي كل ذلك بنتيجة، فكيف لك أن تدلنا عليها؟ قال الرجل الشاب: هي التي أرسلتني إليكم، وإذا كنتم مستعدين فإن لدي سيارة جاهزة لتنقلكم إلى حيث توجد. لم تتردد أم رحمة، قالت إنها مستعدة للذهاب. استمهلها وتنحى جانبا. اتصل بهاتف شقيقته نزهة، أبلغها بالمستجدات. قالت له إنها ستبلغ رحمة. بعد أقل من ربع ساعة رن هاتف الرجل. كانت رحمة في الجانب الآخر. طلبت منه أن تتحدث إلى والدتها. كانت المرة الأولى التي تسمع فيها صوت والدتها بعد كل هذه الأعوام. تم الاتفاق على أن يأتي أفراد أسرتها إلى الرباط وليس إلى الدار البيضاء. استأجرت رحمة شقة مفروشة لإيوائهم. لم تكن تريدهم أن يأتوا إلى الدار البيضاء، فقد كانت تعد لمعركتها مع السي عبد الرحيم. انتقلت رحمة إلى الرباط. كان اللقاء حارا ومؤثرا. وجدت إخوتها شبابا لم تكد تتعرف إليهم. شقيقتها الصغرى رقية صارت تشبهها لما كانت في 16. أبلغت والدتها بأنها تعمل في الدار البيضاء وأن عليها أن تعود. سلمتها مبلغا من المال ثم عادت إلى الدار البيضاء. واصلت رحمة التعامل مع رجل الأعمال وزوجته اللذين اعتاد على خدماتها وخدمات فتياتها الحسناوات لتنشيط السهرات التي تقام لإبرام الصفقات. ذات سهرة
رأته. عبد الرحيم إنه هو كان بين الحضور. الشيب الذي غزا رأسه لم يغير الكثير من ملامحه. بعد كل هذه السنوات ها هو الذي كان وراء كل ما عانته وما آلت إليه والمأساة التي عاشتها أسرتها. سعت إليه، أرادت أن تقترب منه، كانت تحوم حوله. بعد لحظات اقترب منها، أراد أن يضمها إلى فتياته. قال لها إنه يود اللقاء بها للحديث في أمور الشغل. وافقت. كان على موعد بعد يومين في أحد فنادق الدار البيضاء. وصلت في الموعد، كان هناك في الصالون. استأذنته لحظات، انتقلت إلى جناح مجاور وطلبت قهوة. جعلته ينتظر ساعة. كانت تراه من حيث لا يراها. أيقنت أنه كان يريدها لنفسه أولا قبل الشغل. بعد ساعة جاءت، كان الشوق قد نهشه. قال إنه أعجب بجمالها وإنه قاطعته. شكرت له شعوره وقالت إنها تفرق بين العواطف والشغل. رد بأنه مستعد للدفع. قالت إنها لا تبيع العواطف ولكنها تبيع المتعة لغير المغاربة. حرصت رحمة على أن تحصر الحديث في الشغل. قال إنه يريدها أن تنضم إلى مجموعة فتياته. ضحكت وقالت أنا لا أرضى لنفسي أن أكون ضمن فتياتك اللواتي تقدم بهن العمر. لدي مجموعتي، الواحدة منها لا يتجاوز عمرها 22. عرضت عليه أن ينضم هو إلى مجموعتها. وافق وقبل أن يأتمر بأوامرها. طلبت منه أن يجلب زبناء يرغبون في عذارى في 16. ذكرته أنها تعلم بخبرته في هذا المجال. قبل بكل الشروط. بعد بضعة أيام اتصل بها. كان يناديها سلوى. أبلغها بأنه أحضر زبونا يرغب في بكر لا يزيد عمرها عن 16 عاما، يريدها صفحة بيضاء. طلبت منه أن يحدد له موعدا في الغد في 4 عصرا. في اليوم المعلوم جاءها بسيارة فارهة نقلتها إلى عين دياب. كان الزبون شرقيا. تذكرت مأساتها. كان يتظاهر بالغنى. تجاهلت المظهر وبحثت معه جوهر الموضوع. تدخل عبد الرحيم واقترح أن تذهب إحدى مساعداته لخطبة الفتاة. رد الرجل الشرقي أنه لا يريد زواجا. طمأنه السي عبد الرحيم بأنه لن يكون سوى زواج أبيض. لاحظت رحمة أن الرجل لم يتغير بعد كل هذه الأعوام. قالت له أريد أن أعرف منك التفاصيل عن أي زواج تتحدث. قال إن لديه مساعدين يتقمصان دور العدلين. سيقام حفل الزفاف كاملا وبعد أن يقضي وطره من الفتاة سيغادر المغرب. كل ذلك بعد أن يدفع لنا ما سيتم الاتفاق عليه. انفض الاجتماع وقد علم كل واحد منهما ما عليه أن يقوم به. التحقت رحمة بصديقتها نزهة. حكت لها عن سي عبد الرحيم والثري الشرقي الذي يريد بكرا في 16. كانت تريد أن تبلغ الشرطة. استقر رأيها على أن تجعل شقيقتها رقية طعما لتوقع بعبد الرحيم. اتصلت نزهة بأصدقاء لها لهم علاقة برئيس الشرطة القضائية وحددوا لها موعدا. حضرت وكانت معها رحمة. أبلغاه بتفاصيل القصة وبالخطة التي وضعتاها للإيقاع بالشبكة التي تتاجر في القاصرات. سجلت رحمة شكاية ضد عبد الرحيم وأبلغت عن خطته ليضيف ضحية جديدة إلى ضحاياها. بعد أن ذهبت استدعى عميد الشرطة الضابط المكلف بفرقة الأخلاق. قال له أظنك على علم بتلك العصابة المتخصصة في جلب العذارى وبيعهن للأجانب. لقد قرأت ذلك على أعمدة بعض الصحف قبل تعييني في الدار البيضاء. رد المفتش بأنه قبل 5 سنوات كان يعمل في الدائرة 10 للأمن وعلم وقتها بالأمر، ولكن مصالح الأمن لم تتمكن من الوصول إلى تلك العصابة. قال إن هناك عدة ملفات رهن البحث. طلب العميد إحضار تلك الملفات. تم العثور على ملف رحمة. الضابط الذي استقبلها يوم عادت إلى الدار البيضاء سجل الشكاية. تم الإعداد للتدخل. كانت رحمة قد عادت إلى الرباط حيث عملت على إقناع والدتها وإخوتها بخطتها. وافقت شقيقتها رقية على لعب دور الطعم، بينما قبل شقيقها الأكبر أن يلعب دور الولي الذي سيزوجها. في اليوم المعلوم في الموعد المحدد كانوا في الدار البيضاء.
أبلغت رئيس الشرطة القضائية بموعد ومكان عقد القران الزائف. كان مكان الزفاف مزرعة في أطراف الدار البيضاء. تحرك العميد إلى المكان بعد أن أبلغ الوكيل العام للملك بتفاصيل القضية. توصل بمكالمة من رحمة تبلغ أن أفراد العصابة منهمكون في إعداد حفل الزفاف. كان فريق التدخل على بعد بضع كيلومترات، ما أن بلغ العميد ورجاله باب المزرعة حتى دخلوها. كانت رحمة هناك. قدمت للعميد سي عبد الرحيم. حاول أن يموه باستغرابه تدخل الشرطة في حفل زفاف. حاول العدلان الفرار، ولكن مفتشي الشرطة قبضوا عليهما وحجزوا كل الوثائق التي كانت بحوزتهما. نقل الجميع إلى مفوضية الشرطة بمنفيهما الشرقي، الذي اعترف رأسا بأنه جاء للمغرب بإعاز من صديق له. كان يعاني من عقدة ترتبت عن تزويجه من بنت خاله الثرية، لم تكن بكرا. ركز المحققون على العدلين المزيفين. اعترفا بأن السي عبد الرحيم هو من جعلهما يتقمصان دور العدلين، وأنه كان يستخدمهما للإيقاع بضحاياه والاتجار في العذارى. حاول عبد الرحيم أن يتمسك بادعائه أنه إنما كان مجرد مدعو إلى حفل الزفاف. مكن تفتيش منزلي العدلين الزائفين من العثور على وثائق عدة تخص فتيات تم بيعهن واغتصابهن بعد إقناع ذويهن بتزويجهن. في تلك الوثائق تم العثور على أوراق تخص فتاة كان قد عثر على جثتها قبل سنوات في عين دياب. كان التشريح قد أبان عن أنها تعرضت للاغتصاب قبل أن تقتل. أدى تعميق التحقيق والبحث إلى أن العدلين هما من قتلا الفتاة. كانت خادمة في بيت عبد الرحيم، وقد حاول بيعها بطريقته المعهودة ولكنها امتنعت. اغتصبها وأوكل إلى معاونيه أمر إبعادها إلى سوس. قال إنهما خنقاها بعد أن حاولت الفرار. كان عبد الرحيم يهدد الرجلين بالإبلاغ عنهما إذا ما رفضا القيام بما يطلب منهما، وكذلك انساق معه في عملياته الرهيبة. لاحقا تم تفتيش منزل عبد الرحيم. كانت فيلا بأسوار عالية. اكتشف العميد داخل البيت عدة فتيات نصف عاريات، كبراهن لم تكن تتجاوز 20. تم اكتشاف وثائق معاملات بنكية وأيضا قصاصات من صحف كانت تتحدث عن الفتاة التي اكتشفت جثتها في عين دياب. كانت الأدلة والقرائن تؤكد تورط عبد الرحيم. تم التحقيق مع الفتيات اللائي وجدن في المنزل. كان يعدهن لمن يدفع أكثر. تم تقديم العصابة إلى المحاكمة. أما رحمة التي كانت قد جمعت أموالا هامة فقد قررت إحداث جمعية تعنى بمن هن مثلها ضحايا عبد الرحيم وأمثاله. كانت الجمعية فضاء تسرد فيه رحمة قصتها بكل تفاصيلها على فتيات يحوم حولهن أخطبوط سوق العذارى.